النهاردة فيديو غريب وعجيب. فيديو عمرنا ما سمعنا عن حاجة زي كده. يعني واقعة حصلت لواحد، عمرنا ما سمعنا عن حاجة زي كده في الدنيا بحالها. فاكرين حكاية النمرود لما دخلت في مناخيره حشرة ودخلت جوه راسه وكان بيموت منها، وكان مش عارف حد يعالجه، مش عارف يخرجها، ولا كان عارف ياكل ولا يشرب ولا يعيش. وفي الاخر امر الحاشية بتاعته انهم يضربوه بالشباشب على راسه علشان يرتاح من الحاجة، من الحشرة اللي بتمشي جوه اللي بتاكل في راسه. عارفين يعني ايه حشرة تدخل جوه راس بني ادم وتاكل فيها وتمشي وتسرح فيها وتاكل وتتغذى على دمه وعلى دماغه من جوه؟ عارفين يعني ايه كده؟ متخيلين؟ انتوا متخيلين ايه اللي ممكن يحصل لبني ادم ماشي في حشرة في دماغه زي ما تخيلتوا كده بالظبط؟ عم محمود راجل طيب، راجل غلبان جدا. موضوع كده كان بيقولوا ان في حشرة دخلت في دماغه مش عارف يعيش بيها. طبعا الراجل دوت هتقولوا، ممكن تقولوا، ممكن ناس كتير تقول ده بيعمل ترند، ممكن ناس تقول بيعمل ترند زي اللي بيعملوا ترند اليومين دول وعايز فلوس وعايز يعني شهرة والكلام ده. عم محمود مش من الناس دي خالص. عم محمود راجل طيب من دمياط وبيشتغل سواق. عم محمود كان عيشته كويسة جدا وعيشته مرتاحة جدا، وبعد ما خلصت الفلوس معاه وقلت بدأ ان هو يخرج ويشتغل سواق على عربية. عم محمود في يوم من الايام كان قاعد في بيته او قاعد في مكان ما، فجه صرصار على وشه، جه صرصار صغير كده على وشه، بيهش الصرصار بايديه. الصرصار دخل جوه ودنه، وللاسف ودنه فيها ثقب، في ثقب في الطبلة بتاعت ودنه. الصرصار الصغير ده دخل منها، الصرصار دخل منها، وفضل عم محمود يعمل في ودانه ويهرش ويطلع بايده كده علشان الصرصار يخرج. الصرصار ما خرجش. الصرصار سبحان الله يعني دخل من الثقب بتاع ودنه ودخل جوه مخه وعايش في مخه، بياكل ويتغذى ويتنفس على دماغه من جوه. عم محمود مش عارف يعيش، ولا عارف ياكل، ولا عارف يشرب، ولا عارف يشتغل. بيقول لو انا طلعت بالعربية شوية، الصرصار اول ما بيبدأ يتحرك في دماغه بيفضل يجيب العربية يمين ويجيبها شمال، وممكن يعمل حادثة بالارواح اللي معاه. يسيب العربية وينزل من العربية خالص وما يقعدش في العربية، ويفضل يجري كده وعايز يضرب دماغه في حاجة، عايز حد يفتح له دماغه ويطلع اللي جواها. يعني حاجة غريبة جدا وواقعة، يعني الواحد مش متخيلها، مش متخيل ان يحصل كده لبني ادم. هو كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس مش متخيل ان يحصل لبني ادم ان حشرة تدخل جوه ودنه وتعيش ويفضل ماشي بيها وينام بيها ويقوم بيها ويشتغل بيها. وكل ما تبدأ الحشرة دي تتحرك جوه ودنه يبقى بيصرخ من شدة الألم. تخيلوا حاجة بتمشي كده جوه دماغك من جوه، الوضع يبقى ايه ساعتها؟ ده الواحد لما بتيجي نملة كده على ايده ولا كتفه ولا اي حتة في جسمه بيبقى بيتلوت كده وما بيبقاش مرتاح لحد ما بيشيلها من على جسمه، فما بالك ده صرصار؟ وانتوا عارفين طبعا ان الصرصار سريع جدا وبيتحرك، بالك ده صرصار وجوه نافوخه وبيسرح وعايش جوه نافوخه بقاله شهرين. عم محمود بيحكي ويتألم وبيصرخ من شدة الألم، بيقول الصرصار بقاله شهرين في دماغي، مش عارف اعمل ايه،
نفسي حد يطلعه من دماغي عشان ارتاح، نفسي انام. عم محمود راح لدكاترة كتير، من ضمنهم في دكتور نفساني قال له تعالى وانا اطلع لك الحشرة دي. راح له، طبعا الغريق هنا بيتعلق بقشاية. راح للدكتور، الدكتور فتح له ورا ودنه. عم محمود بيقول في حاجة أول ما بدأ الصرصار يدخل دخل واستقر هنا. قال له في حاجة هنا، الصرصار دخل هنا ومش عارف أطلعه. قال له الصرصار دخل هنا من ودني وفي الحتة دي، بيمشي في الحتة دي، أنا عايز حد يطلعهولي. فالدكتور النفساني دوت راح فاتح له هنا ورا ودنه وحاول ان هو يطلع الحشرة دي. طبعا معرفش، الحشرة من جوه سرحة من جوه. حاول يطلع الحشرة معرفش، فقال له اقرأ على كوباية مية الفاتحة وآيات قرآنية واغسل بيها مكان الجرح ده والحشرة هتطلع. انا مش مصدقة ومش مستوعبة ان ده يكون كلام دكتور. يعني ايه دكتور نفساني يفتح لواحد ورا ودنه ويقول له هطلع لك الحشرة، وبعد كده يبدأ يقول له الحشرة ما طلعتش، اقرا على كوباية مية وهي هتطلع وهترتاح بعد كده؟ مش كلام علمي ده مش كلام دكتور ومش كلام علمي. اي نعم القرآن بنقرأ على مية وبنشربها لما يكون الواحد نفسيته عايزة تهدى، نفسيته تعبانة، في حسد، في اي حاجة، بيقولك اقرأ على المية واشربها. قرآن حلو ما قلناش حاجة، بس طبعا في طب يعالج الموضوع دوت، في دكاترة معينة ومخصصة للموضوع دوت. يعني طبعا صرصار ودخل جوه الدماغ ومش هيطلع، لازم جراحة، لازم الدكاترة تشوفه. هو عم محمود مسكتش، طبعا عم محمود راح لدكاترة كتير وكل الدكاترة بتقول له مفيش حاجة، كل الدكاترة اجمعوا ان مفيش حاجة جوه دماغه. الراجل ده اقنعوه ان هو كلام جنان، كلام مش عقل، اقنعوه ان هو مجنون. ازاي واحد هيقول على نفسه ان في حاجة جوه دماغي، صرصار دخل جوه دماغي، ويصوت ويصرخ ومش عارف يشتغل، مش عارف يعيش؟ مفيش واحد هيقول على نفسه كده. طبعا بعد ما راح للدكاترة دي كلها واجمعوا ان هو كلامه مش صحيح ومفيش حاجة، المهم عمل اشاعات والدكاترة شافوها بالفعل وقالوا في حاجة سودة جوه النافوخ بس مش عارفين نحدد ايه هي. طيب لما في دلوقتي حاجة سودة وشفتوها في الاشاعة وجوه النافوخ وفي مكان معين مش قادرين تحددوا ايه هي، المفروض انكم تعملوا عملية وتشوفوا الاشاعة دي فيها ايه بالظبط، وبتفتحوا المكان دوت وبتشوفوا ايه اللي جواه. يعني الاشاعة مبينة في حاجة سودة جوه النافوخ بس مش عارفين تحددوا ايه هي. المفروض في الوقت دوت انكم بتفتحوا وتشوفوا ايه اللي موجود في المكان ده وتطلعوه، تريحوا الراجل. مش معنى انكم مش عارفين تحددوا ايه هي يبقى خلاص تسيبوه كده، لا، الاشاعة جابت ان في حاجة، يبقى بالفعل في حاجة، ولازم تفتحوا في المكان دوت وتطلعوا الحاجة ديت وتشوفوا الراجل ماله. يعني الراجل تعبان جدا، الراجل مش عارف يعيش وكل شوية يصرخ، حتى الجيران بتشتكي منه، الجيران نفسهم اشتكوا من عم محمود ومن كتر صريخه ومن كتر ان هو طول الليل يصرخ وطول الليل يزعق وطول الليل مش عارف ينام. حاجة صعبة يا جماعة، ربنا ما يوقع حد في حاجة زي كده. حاجة صعبة ان حاجة تمشي جوه دماغك وانت قاعد كده ولو انت نايم وتقوم تصوت كده فجأة من كتر الألم. يعني حاجة ربنا ما يوقع حد فيها أبدا يا رب. طبعا عم محمود مش مرتاح وعمال يصرخ ويعيط طول اليوم، وعمل فيديو او حد عمل له فيديو ونزله. طبعا الفيديو دوت يعني
ما شاء الله جاب مشاهدات عالية، ولحد دلوقتي محدش عمل له حاجة ولا حد اتصل بيه. اهملوا الفيديو، اهملوا الراجل، محدش اتصل بيه حتى لحد دلوقتي دكتور كبير ولا حاجة ويقول له تعالى ان انا اشوف حالتك واعالجها. المفروض يعني حاجة زي كده ونزلت على السوشيال ميديا، الناس الدكاترة بتهتم لما يلاقوا حاجة زي كده. في دكاترة كبيرة بتهتم بالحالة ديت ويشوفوها فيها ايه، يشوفوا الحالة ديت الكلام ده صح، الكلام ده غلط، يشوفوا الحاجة ديت عند الراجل ولا مش عند الراجل، يعني يحاولوا يعالجوه، يحاولوا يعالجوه، ما يسيبوهوش كده. وبعدين لو في دكتور ولا حاجة زي كده وحاول يتواصل مع الراجل، فدي هتبقى حاجة برضو حلوة، ان هو هيشيل الحاجة دي من عند الراجل الصرصار ده وهيطلعها من دماغه وهيريح الراجل. والدكتور ده كمان لو هو دكتور صغير هيتشهر، هيتشهر بالنسبة ان دي حاجة يعني غريبة وحاجة جديدة على الناس. يعني احنا بنناشد الدكاترة المحترمة اللي تقدر تعمل خير مع الراجل ده وتريحه، تحاول تريحه وتحاول تتواصل مع الراجل ده. عم محمود هو من محافظة دمياط، يحاولوا يتواصلوا معاه ويحاولوا ان هم يعالجوه ويشوفوا اللي جواه ايه ويحاولوا يعالجوه. عم محمود طبعا ربنا يصبره ويكون في عونه ويبعت له كده دكتور كويس يكون سبب في علاج حالته يا رب. وبعدين يا جماعة نحاول ان احنا لما نكون قاعدين في مكان نحاول ناخد بالنا، في حشرات جنبنا، المكان ده نضيف مش نضيف، وبيوتنا نحاول نرش تملي، ما نسيبش كده الحاجة دي، ما نضمنش احنا يحصل لنا ايه ولا اولادنا يحصل لهم ايه. نحاول نهتم بالنظافة، والمكان اللي احنا نروح نقعد فيه يكون برضو نضيف، مش نقعد في اي مكان وخلاص. في حشرات ممكن تيجي علينا، ممكن صرصار ولا نملة يكونوا ماشيين عليك وانت مش واخد بالك، يخشوا جوه ودنك، جوه يعني في اي مكان، ما نضمنش ساعتها الظروف هتكون ايه. عم محمود طبعا بيستغيث وطلع فيديو مدته ثواني، معرفش هو اللي نزله ولا حد تاني هو اللي شير الفيديو، بيستغيث وبيعيط وبيقول الحقوني يا جماعة، انا حياتي بقت كده ليل ونهار صريخ وعياط، مش عارف اعيش، حد يلحقني، ولو دكتور عالجني انا بقاضي الدكاترة اللي شافوني كلهم واجمعوا ان انا ما عنديش حاجة وان انا راجل بدعي وراجل مجنون. انا هقاضي الدكاترة ديت بعد ما يشوفني دكتور كويس ويعالجني ويعرف بالفعل ان انا في صرصار في ودني. الصرصار يا جماعة بيكبر في دماغي، ويعرف بالفعل ان في صرصار دخل جوه نافوخي. الصرصار يا جماعة بيكبر وبيمشي في دماغي، ومع كل حركة من الصرصار ألم فظيع ويصرخ. حاولوا يا جماعة أي دكتور يتواصل بعم محمود، ولو مفيش دكتور سمع الفيديو ده يحاول حد لو يعرف دكتور كويس يحاول يوصل الفيديو دوت للدكتور، والدكتور يتواصل مع عم محمود. طبعا الصرصار كل ما بيكبر كل طبعا ما الألم بيزيد، لأن الصرصار بيتحرك كتير. وبعدين الدكاترة اللي شافوا الإشاعة بيقولك هو حاجة سودة وداخلة يعني في التلافيف بتاعة المخيخ، يعني داخلة جوه التلافيف بتاعة المخيخ، حاجة طبعا مش هتبقى مرئية قوي. وبعدين أنا نفسي أعرف الصرصار دوت بيتغذى إزاي، سبحان الله، بيتنفس إزاي، يعني مفيش أكسجين في الدماغ، مفيش أكسجين في الدماغ، مفيش طبعا غذاء في الدماغ. هو بيتغذى على إيه؟ بياكل في المخ، أكيد بياكل في المخ أو في الشرايين، في شرايين في الدماغ، في أعصاب في المخ، يعني هو يكون بياكل في المخ بتاع دماغه، بياكل في شرايين دماغه، وكده لو محدش لحقه يبقى هيموت بالبطيء.
وقبل ما يموت بيتألم بالشكل ده. يا ريت دكتور يتواصل مع عم محمود، وربنا يصلح له الحال كده ويشفيه ويهديه كده لدكتور يكون راجل محترم ويقدر يعالجه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.